تخيل تبقى زعيم عصابة والشرطة كلها نفسها تمسكك، لكن فجأة تضطر تتعاون معاهم عشان تصطاد مجنون بيقتل الناس للمتعة. وده بالظبط اللي حصل في فيلم النهاردة. في ليلة هادية راجل راكب عربيته لوحده في شارع فاضي، وفجأة عربية تخبطه من ورا. الراجل ينزل متعصب يشوف مين الغبي اللي غبط عربيته، لكن اللي كان مستنيه ما كانش خناقة عادية. واحد غريب ينزل من عربيته ماسك سكينة ويبدأ يطعنه بدون أي كلام. القاتل يهرب والراجل يموت في الشارع، والشرطة تكتشف إن دي مش أول جريمة. في سفاح متسلسل بيقتل ناس عشوائي من غير سبب ومن غير أي دليل. وهنا ندخل على بطلنا، زعيم العصابة القوي جانج دونغ سو، الراجل اللي المدينة كلها بتخاف منه. الكل بيعمل له 1000 حساب، رجالته منتشرين في كل مكان، وأي حد يعرضه يختفي. وفي يوم وهو راجع بالليل بعربيته يحصل معاه نفس الحادثة، عربية تخبطه من ورا. في الأول اللي يفتكر إنها مشكلة عادية فينزل بعصبية، لكن فجأة يظهر نفس السفاح ويحاول يقتله بالسكينة. بس المرة دي الموضوع يختلف، لأن اللي قدامه مش شخص عادي. السفاح يطعنه كذا مرة، لكن زعيم العصابة يفضل يقاوم بكل قوته ويضرب القاتل لحد ما يخليه يهرب بالعافية. والأول مرة السفاح يحس بالخوف. زعيم العصابة يروح المستشفى، لكن المصيبة مش هنا. المصيبة إن سمعته بدأت تقع. إزاي زعيم عصابة كبير يتهاجم بالشكل ده ويعيش؟ العصابات التانية تبدأ تشم خبر ضعف، ورجالكوا نفسهم يبدأوا يقلقوا. أما الشرطة فتبدأ تحقق معاه باعتبارها الضحية الوحيدة اللي شافت السفاح وخرجت عايشة. وهنا يظهر الضابط جونج تي سو، ضابط حر. الضابط يكتشف إن الشخص الوحيد اللي يقدر يوصله للسفاح هو زعيم العصابة نفسه. لكن المشكلة الاتنين بيكرهوا بعض، واحد مجرم والتاني شرطي، ومع ذلك يضطروا يتعاونوا. زعيم العصابة عاوز ينتقم لأنه الأول مرة حد يهينه بالشكل ده، والضابط عاوز يمسك السفاح قبل ما يقتل ناس أكتر. فيبدأوا رحلة مطاردة مرعبة. زعيم العصابة يستخدم رجاله في الشوارع، والشرطة تستخدم التحقيقات والكاميرات. لكن السفاح كان ذكي جدا وبيختار ضحاياه بعناية، يراقبهم، يمشي وراهم، ويقتلهم ببرود مرعب. وفي كل مرة يختفي بدون أثر. ومع الوقت التحالف الغريب بين الشرطي والمجرم يبدأ يكبر، رغم إنهم طول الوقت بيتخانقوا، لكن كل واحد فيهم معترف إن التاني قوي. وفي واحد من أقوى مشاهد الفيلم زعيم العصابة يقرر يعمل كمين للسفاح بنفسه. يجيب عربية شبه العربيات اللي بيستهدفها القاتل ويقعد يستناه في شارع ضلمة. وفعلا السفاح يظهر، يقرب بالعربية وينزل ماسك السكينة. لكن فجأة يكتشف إن الفريسة دي مش سهلة. خناقة عنيفة جدا تبدأ بينهم، ضرب وسكاكين ومطاردة. لكن السفاح يهرب مرة تانية، بس المرة دي الشرطة تلاقي دليل مهم جدا. ومع كل دليل جديد الدايرة تضيق على القاتل. لكن السفاح ما كانش خايف، بالعكس كان مستمتع. كان شايف نفسه أذكى من الشرطة والعصابات مع بعض. وفي نفس الوقت المشاكل تبدأ تزيد حوالين زعيم العصابة. العصابات المنافسة تحاول تستغل ضعفه، والشرطة بدأت تقرب منه أكتر. يعني لو السفاح ما قتلوش أعدائه هيعملوها. لكن أكتر حاجة كانت مولعة الفيلم هي العلاقة بين الضابط وزعيم العصابة. اتنين المفروض أعداء، لكن الظروف خلتهم في مركب واحدة. وفي لحظة مهمة جدا الضابط يكتشف مكان السفاح الحقيقي، فيبدأ سباق مع الزمن. الشرطة تتحرك بسرعة، وزعيم العصابة ورجالته يتحركوا هم كمان، وكلهم عاوزين يوصلوا للقاتل الأول، لأن كل طرف عنده هدف مختلف. الشرطة عاوزاه يتحاكم، أما زعيم العصابة فعاوزه يتعذب قبل ما يموت. وفعلا يوصلوا لمخبأ السفاح، وهنا تبدأ واحدة من أعنف نهايات أفلام الجريمة الكورية. السفاح يحاول يهرب، لكن زعيم العصابة يمسكه ويضربه بعنف رهيب
كأنه بيطلع كل الغضب والإهانة اللي جواه. لكن قبل ما يقتله الشرطة تتدخل وتمسك السفاح رسميا. وتفتكر إن القصة خلصت؟ لا، لأن المحكمة تدخل في اللعبة. المشكلة إن مفيش أدلة كفاية تربط السفاح بكل الجرائم، وممكن يطلع براءة. وهنا زعيم العصابة يعمل أذكى حركة في الفيلم كله، يدخل السجن بنفسه مؤقتا عشان يوصل للسفاح جوه السجن. وفي آخر لحظة السفاح يبصله بخوف لأول مرة، لأنه فهم إن الشرطة ممكن ترحمه لكن زعيم العصابة مستحيل. والفيلم ينتهي نهاية عبقرية تخليك تحس إن الشر قابل شر أكبر منه. وده اللي خلى The Gangster The Cop The Devil يبقى واحد من أقوى أفلام الجريمة الكورية في السنين الأخيرة. ولو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تشوف ملخصات أكتر لأقوى الأفلام والمسلسلات.